السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تأمنها. النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن كتير من الناس بيمروا بيه ويحسوا بيه في فترات من عمرهم، اللي هو إحساس بالتعب والإرهاق والوهن المستمر. مش الإحساس اللي بيحصل كل فترة وفترة نتيجة ضغوط العمل أو نتيجة مشاكل في البيت أو مشاكل في الحياة اليومية. لأ، ديت الحالة ديت اللي هي بتبقى تستمر عند بعض الناس، وبتكون عندهم تستمر فترة طويلة، ما بتخفش بالراحة، وبتأثر على الطاقة بتاعة الجسم والتركيز، وتأثر على النفسية بتاعته وعلى الحماس بتاعه للعمل أو للحياة نفسها. هنتكلم عن الأسباب بتاعتها إيه، والعوامل اللي هي أسبابها بتبقى عبارة عن حاجتين. حاجات تخص أو ترتبط بنمط الحياة اللي بنعيشه، وحاجات ترتبط بحالات صحية معينة. وهنتكلم عن إمتى نلجأ للطبيب، وإمتى ضروري نروح له، وإمتى بتبقى الحالة مستعجلة. وفي نركز على نوع من هذا التعب والإرهاق بيبقى منتشر أكتر عند كتير من الناس، اللي هو متلازمة التعب المزمن. هنتكلم عليه بالتفصيل شوية، أسبابه ويعني إيه، وإزاي نشخصه ومضاعفاته، وإمتى برضك نستشير الطبيب، والعلاجات بتاعته إيه. نرجو في البداية لما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وقرباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على الكل توصلكم كل الإشعارات بتاعتنا. هنبتدي في الموضوع على طول. احنا اتكلمنا في المقدمة عن التعب والإرهاق والألم والوهن المستمر، وقلنا الأسباب بتاعته ممكن تكون مرتبطة بنمط الحياة، زي إن إحنا بنتبع عادة واحدة أو أكتر من عادة، إن إحنا ما بنمارسش الراحة في حياتنا، وإن إحنا بيبقى أكتر الحكاية ديت مع الناس اللي عندهم اكتئاب، أو ممكن يكونوا عرضة لحالة مرضية وتستدعي علاج طبي. فالعوامل نمط الحياة بقى اللي هي ممكن تسبب المشاكل ديت، اللي هو الشخص اللي مدمن على الكحول أو بيشرب كحوليات كتيرة. تاني حاجة اللي هو الإفراط في النشاط البدني، يعني نشاط بدني زايد عن اللزوم، أو حتى قلة النشاط البدني، ما بعملش حركة وما بعملش أي نشاط وقاعد على طول. وكمان ممكن يكون الشخص عنده قلة النوم، ما بينامش نوم كافي ونوم هادي 7 8 ساعات في اليوم، أو بياخد أدوية زي أدوية السعال ممكن تأثر، أو عنده عادات في الأكل أو في تناول الطعام عادات غير صحية. وده بالنسبة للعوامل اللي هي مرتبطة بنمط الحياة واللي تسببها. العوامل المرتبطة بالحالات المرضية اللي بتسبب الشعور بالتعب والإرهاق، وبتبقى لها تأثير، وممكن مع علاجات معينة ممكن يتحسن كتير، اللي هو اللي عنده فقر دم أو أنيميا. ليه؟ لأن بيبقى فيه نقص في الأكسجين، نقص في كرات الدم الحمراء، نقص في الهيموجلوبين. فطبعا بتعمل أعراض التعب والإرهاق الشديد، وبيبقى يبان على الوش إنه شاحب، وضيقة نفس ممكن تكون موجودة. كمان بعض الحالات بتاعة ارتجاج المخ نتيجة الإصابة بتاع الدماغ، وقع على راسه أو حصل له حادثة، ممكن تعمل يا إما الحالة ديت بتبقى مؤقتة، يا إما بيبقى معاها صداع، أو معاها اضطرابات في التفكير أو التركيز، أو الذاكرة، واضطرابات في التوازن. وإصابة الدماغ بتعمل تغيرات وظيفية في طريقة عمل الدماغ، أو نتيجة إن شخص عنده فعلا حالة اكتئاب، وده مرض مزمن بيسبب شعور ب وعدم الرغبة في الحياة، عدم الرغبة في الحركة، وبيأثر على شعوره أكتر. وكذلك بيبقى سلوكه بيأثر على سلوكه العام، بيأثر على حالته اليومية وحياته والحياة الاجتماعية بتاعته. كمان من ضمن الحاجات المرضية
اللي هي مرض السكر أو اللي عنده مرض السكري، بيبقى فيها مجموعة أعراض بتأثر على طريقة استهلاك الجسم للسكر بتاع الدم. فطبعا لما يزيد سكر الدم في مع اختلاف السبب ويزيد الجلوكوز، فبيصاحب أعراض زي التعب وزي سرعة الغضب وزي الضبابية في الرؤية وزي الجوع وزي العطش المتزايد وزي اللجوء، عاوز ياكل حلويات كتيرة خصوصا بالليل. كمان من ضمن الأمراض بتاع الصدر زي انتفاخ الرئة. انتفاخ الرئة اللي بتصيب الرئتين بشكل تدريجي على المدى الطويل نتيجة تلف الفواصل والجدران بين الحويصلات الهوائية والأوعية الدموية الشعيرية اللي هي الصغيرة جدا اللي بتبقى جواها، فبتعطي أعراض التهاب الشعب الهوائي المزمن وربو وتوسع القصبات. كمان المرض الرئوي اللي هو الانسداد الرئوي المزمن، اللي هو الأمراض اللي بتمنع تدفق الهواء ويكون التنفس صعب. فبتعمل أعراض إحساس بالضعف والإرهاق وفقد الوزن وسعال وكحة مزمنة. كمان مرض تليف العضلات، ده بتبقى حالة مزمنة بيحصل فيها تيبس وآلام في العضلات والمفاصل والأربطة، وتأثر على الحالة العامة من حيث القدرة على النوم ومن حيث ممارسة الأنشطة، ويبقى عنده شعور دايم بالأرق وبالإرهاق والتعب. كمان الناس اللي هم عندهم سمنة أو عندهم مشاكل في الأنف في الجهاز التنفسي العلوي، اللي بيحصل لهم انقطاع التنفس النومي، يعني توقف النفس أو التنفس أثناء النوم مدة 10 ثواني أو أكتر، بينخفض مستوى الأكسجين بتاع الدم بمعدل 4% عن الطبيعي. وده انقطاع التنفس ممكن يكون مركزي أو ممكن يكون اختناق، يعني ممكن يكون السبب زي ما احنا بنقول ده أو السبب من المخ نفسه. كمان من الأمراض اللي بتعمل الحكاية دي التصلب المتعدد بتاع الأعصاب اللي هو الام اس، نتيجة طبقة الميلانين الطبقة بتاعة الميلين اللي هي بتغلف الأعصاب بيحصل لها التهاب، فبيحصل ضعف في التوصيل والعصبي أو التوصيل السيالي العصبي أو من الجهاز العصبي المركزي، من أعضاء الحس للجهاز العصبي المركزي، ومن الجهاز العصبي المركزي لأعضاء الاستجابة العضلات والكلام ده. فبيحصل ضعف في سرعة السيال العصبي ده، فطبعا بيعمل أعراض كتيرة وبيعجز عن الأداء الوظائف بتاعته. كمان من ضمن الحاجات متلازمة الحزن الشديد، نتيجة واحد مثلا خسر أو مات له قريب أو شخص عزيز عليه، بيبقى عنده مشاعر عميقة ما بتتحسنش مع الوقت، لو استمرت مدة طويلة بتكون شديدة بحيث تأثر على ممارسته لأنشطة الحياة ويحس دايما بالتعب والإرهاق. كمان بالنسبة لمشاكل الغدة الدرقية، سواء زيادة الغدة وتسممها، فبتعمل أعراض زي العصبية الشديدة وسرعة دقات القلب وفقد الوزن والشعور بالتعب والإرهاق وفقد القدرة على التركيز، أو الخمول بتاع الغدة خصوصا السيدات اللي هي فوق سن 60، اللي بيحصل فيه اضطراب في التوازن بتاع التفاعلات الكيميائية في الجسم، وبتعمل سمنة وآلام في المفاصل ووجع وعقم ومشاكل في القلب غير التعب وكده. كمان متلازمة التعب المزمن، وده هنشرحها بالتفصيل بعد شوية. كمان ممكن يكون البدانة نفسها والدهون الزايدة المتراكمة في الجسم بتزود من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وارتفاعات ضغط الدم. كمان لو فيه أمراض للقلب والأوعية الدموية، اضطرابات النبضات بتاعة القلب أو تشوهات خلقية من الولادة، أو الناس اللي عندهم فشل كلوي مزمن لعدم قدرة الكلى على تنقية الدم من السموم والفضلات، فبتتراكم وتعمل لنا مشاكل. وطبعا ممكن لو فشل كلوي ممكن يحتاج غسيل أو زرع كلى. كمان في أسباب تانية زي السرطان، زي القلق، زي الإجهاد، الألم المستمر، الالتهاب المزمن والعدوى، أو بعض الأدوية القلب أو مضادات الاكتئاب، أو أدوية العلاج، أو أدوية أو نتيجة العلاج الإشعاعي بعض المخاطر بتاعته. فلازم إمتى نزور الطبيب؟ لو كان الإرهاق ده مرتبط بمشاكل صحة عقلية، يعني في أعراض زي
واحد بيفكر إنه يأذي نفسه أو ينتحر حتى، أو رغبة في إنه يأذي شخص تاني. وبنطلب الرعاية الطبية فورا لو كان الإرهاق ده معاه ألم في الصدر، أو في صعوبة في التنفس، أو عدم انتظام سرعة ضربات القلب، أو ألم شديد في الحوض أو البطن أو الظهر. فبنحدد ميعاد مع الدكتور لو استمر التعب ده أكتر من أسبوعين، رغم إن إحنا ريحنا وخدنا راحة، وقللنا الإجهاد النفسي بتاعنا، وكلنا أكل صحي، وشربنا سوائل كويسة، ولسه مستمر معانا. نيجي لآخر حاجة نتكلم فيها، اللي هي متلازمة التعب المزمن، اللي احنا قلنا هنقولها بالتفصيل. وده خطأ، خلل أو اضطراب، وجود تعب شديد طبعا غير مبرر، يعني ملوش سبب واضح، غير مبرر طبيا. ممكن يزيد ويهدي النشاط الجسدي أو النشاط العقلي، وما نعرفش سببه إيه. ممكن يكون فطريات، ممكن يكون عدوى فيروسية، ممكن يكون ضغط عصبي ونفسي، ولكن السبب الحقيقي مش معروف. ولكن ممكن تكون عدة عوامل مع بعضها بتعمل المشكلة دي. وطبعا ملوش تشخيص معين أو اختبار معين عشان نشخصه، ولكن بنشخصه، طبيب يشخصه باستبعاد الأمراض التانية اللي ممكن تعطي نفس الأعراض. والعلاج ملوش علاج مميز أو محدد، ولكن بنعالج الأعراض بتاعته مش المرض نفسه. إيه هي الأعراض يا ترى اللي بنشعر بيها؟ ممكن يكون في تعب، في نسيان، في عدم تركيز، فيه التهاب في الحلق، في تضخم في الغدد الليمفاوية الموجودة في الرقبة والإبطين. ممكن يكون في ألم وغير مبرر موجود في العضلات أو في المفاصل. ممكن يكون في صداع، ممكن يكون في بعد ما ننام مفيش راحة. ممكن يكون في تعب مستمر وشديد، مستمر يوم أو أكتر. ولما نيجي نمارس أي رياضة بسيطة أو مجهود ذهني، دي كلها الأعراض. ونيجي ندور مفيش سبب محدد أو سبب مرضي معين يقول لنا إن دي سببها، سبب الأعراض دي. يجب أن احنا نزور طبيب نتيجة التعب ده كان عرض لمرض تنفسي، أو مرض أو عدوى أو أمراض نفسية. ونشوف طبيب لو كانت في إرهاق مستمر أو إرهاق شديد. فطبعا الأسباب اللي هي بتاعته، اللي هو الأشخاص أو عوامل الخطورة، أو بتيجي الناس أكتر اللي هم مين؟ الأشخاص اللي هم معرضين، عندهم حساسية زايدة أو مفرطة لأي مجهود بدني من غير أي سبب معروف، أو عندهم قابلية أعلى للإصابة بالخلل ده. لما تتجمع بعض العوامل زي العدوى الفيروسية زي ما قلنا، اللي هو الإبستاين بار فيروس، أو الهربس البشري، ومفيش رابط أكيد يعني بينهم. أو في مشاكل في المناعة بتاعت الجسم بس مش معروف السبب بتاعها، أو في هرمونات غير متوازنة سواء كانت من المخ، أو من الغدة النخامية، أو من الغدة الكظرية، وتأثيرها على المتلازمة بيكون غير معروف. فعوامل الخطورة بتاعتنا اللي هو السمنة والسن، أكتر في العقد الرابع أو الخامس، من 30 ل 50. والجنس في الستات أو البنات أكتر من الذكور. والناس اللي عندهم ضغط عصبي وصعوبة إدارة الضغط العصبي ده. طيب إيه المشاكل أو المضاعفات اللي ممكن تحصل من المتلازمة ديت؟ إنه ممكن يحصل اكتئاب، ممكن يحصل انعزال اجتماعي، ممكن يحصل قيود في طريقة المعيشة، ممكن يزيد التغيب عن العمل ويأثر على شغل. التشخيص طبعا مفيش حاجة زي ما قلنا نشخص بيها، ولكن الطبيب بيستبعد أي حاجة زي مشاكل النوم، انقطاع التنفس النومي، أو متلازمة الساق، أو تململ الساق، أو الأرق، أو مشاكل طبية زي أنيميا، أو السكر، أو الخمول بتاع الغدة، أو مشاكل القلب والرئة، أو مشاكل نفسية، اضطراب ثنائي القطب، أو القلق والذهان والاكتئاب. دي كلها بيستبعد المشاكل دي. العلاج بيعالج الأعراض، يخفف الأعراض بتاعته. فممكن يستخدم بعض علاجات الاكتئاب،
والتعامل مع كل المشاكل اللي هي بتصاحب التعب المزمن، وياخد جرعات قليلة من مضادات الاكتئاب عشان تحسن النوم وتخفف الألم. كمان ممكن العلاج يجمع بين التدريب الإدراكي والتدريب البدني الخفيف المتدرج مع أخصائي علاج طبيعي. والعلاج التدريب الإدراكي اللي هو بنتكلم معاه، والمعالج يعني معاه يتكلم مع المريض ويشوف اختباراته، ويشوف مع التعامل مع الأعراض اللي بتكون موجود بيه، وإزاي يحسسه إزاي يسيطر على المرض عشان تتحسن الحالة بتاعته. كمان لازم يحصل تأقلم ودعم نفسي، تأقلم واستشارة عشان يعرف يتعامل مع الناس، وعشان تروح الشكوك بتاعته، والدعم النفسي مع آخرين عندهم نفس المتلازمة، لكن ممكن تكون ضارة بالنسبة لبعض الأفراد، يعني بتزود الضغوطات العصبية عليه. فطبعا بنختار اللي يناسبه الحكاية ديت أو دي. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. نرجو في النهاية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لاكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على كل توصلكم كل اشعاراتنا، واكتبوا لنا في التعليقات المواضيع والاسئله اللي عاوزين نجاوب عليها، هنجاوب عليها ان شاء الله. نتمنى الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.